عندك ويا البنات ديروا بحالي، تخلاو على احلامكم على ود راجل ما يستاهلش. السلام عليكم، كي دايرين؟ ما تنساونيش من واحد اللايك، واللي دارها دابا الله يفرج همه. ويلاه نبداو قصة اليوم. تتقول صاحبة القصة: أنا وفاء، الوحيدة عند والديا. تعرفت على المهدي ملي كانت عندي 19 عام. تلاقيته غير في البحر ملي كنت مخيمة مع عمي. خيمت مع هاد عمي غير بالزز، لأن الوالد صعيب ومزيرني، واخا ما تندير والو. كل شيء ممنوع. ممنوع نمشي عند الصحابات، ممنوع يجيو عندي الصحابات، ممنوع نتصاحب أصلا مع البنات، حيت بالنسبة للوالد البنات غاد غيفلسوني وصافي. إيوا حيت ما عندي ما يدهيني، كنت عاطية لاطاك غير للقراية. كنت تنجي أنا الأولى في المدرسة. داك العام نيت نجحت في الباك وبمعدل عالي. دفعت بزاف ديال المدارس، كلهم قبلوني. أنا اختاريت الهندسة، ماشي حيت بغيتها، ولكن حيت الوالد بغاها. قريت العام الأول بخير، نجحت. في داك الصيف ديال داك العام فين وقعت ليا هاد المشكل، جا عندنا عمي، رغبتو، طلبتو، بستلو يدو، قلت له عافاك الا ما طلب معايا الوالد باش يخليني نمشي معاكم للبحر. هما كانوا غيخيموا في السعيديه، وبزز يا البنات بزز باش وافق الوالد. وكون غير ما وافقش، كون راني ما وصلتش لهاد المواصل، كون ما خسرتش عائلتي وخسرت ميمتي ودفنتها بيديا وانا السبب في موتها، خسرت قرايتي، خسرت اي حاجه كانت زوينه في حياتي. ايوا يا البنات، منين غنبدا ليكم؟ هاد المهدي اللي تعرفت عليه كان حتى هو مخيم في السعيديه. شافني مع مرات عمي، سطى عليا ودار المستحيل باش يهضر معايا، وفعلا تلاقينا، حيت انا اللي كنت نتسخر لمرات عمي. هاد مرات عمي كانت باقي ما عندها لا وليدات لا والو، انا سعمه مونساهم. كنت انا اللي تنتسخر ليهم، انا اللي تنخرج، انا اللي تنجيب ليهم اي حاجه من الزنقه. غنحماق على الزنقه، واخا الوالد وصى عمي وقال له عندك تخليها تخرج معاكم وتدخل معاكم. ولكن عمي ماشي بحال الوالد، كان راخي اللعب وما مسوقش. خرجي دخلي بقى يقع في الزنقه، ما عنده حتى مشكل. وهاد الشي علاش خديت حريتي مع المهدي. عمي ومراتو كانوا باقيين في شهر العسل، وباقيين موحشين في بعضياتهم، تيبغوا يخرجوا مع بعضياتهم ويجلسوا مع بعضياتهم، وانا راه غير لصقت فيهم وحشموا يقولوا لي لا. ايوا شنو نقول لكم البنات، انا لقيتها من الجنة والناس، خليتهم هما عايشين الحياة، وحتى انا مشيت عشت الحياة مع المهدي. وبردت غداي ديال البنات في الزنقة، كاع داك القمع اللي دوز عليا الوالد فرغته. شبعت زناقي وشبعت دوران مع المهدي. ملي تنخرج في الصباح ما تنجي حتى للسبعة د العشيه، تنوقف مع مرت عمي في الكوزينه نطيبوا داكشي اللي غناكلو بالزربه، ونعاود نخرج تنجي حتى الوحده ونص ديال الليل. ايوا يا البنات، علاقتي مع المهدي كل نهار تتزيد تطور، ما كاين لا حصارات ولا فرانات، الحريه التامه. بغيتو يا البنات، حماقيت عليه، وحتى هو بغاني وكان تيحماق عليا. وعدني بالزواج من الدقه الاولى، قال لي غير ترجعي من التخيام لداركم غنجيو انا ودارنا. وقال لي بانني الحلم ديال حياته، هذه هي الانسانه اللي كان باغيها وكان تيقلب عليها، وبانه غيسعدني في حياتي. المهدي كان مخيم مع صحابه، وما كانش تيخلي حتى واحد يهضر معايا ولا يشوفني، لانه تيغير عليا يا البنات بزاف فوق ما تتخيلوا. الا شاف شي واحد تيشوف فيا تيبغي ياكلو. تلقاها البنات تيتسناني في الصباح حدا الدار اللي كنا كاريين، وفي العشيه تيجيبني حتى للدار. عرفتوا يا البنات، انا كنت تنسمع بان الحب صعيب وما يمكنش تلقاي شي واحد اللي يبغيك بهاد الطريقه هادي، ولكني انا لقيته دغيا. وماشي اي حب، الحب ديال المهدي فريد من نوعه يا البنات. انا والمهدي كنا روح وحده، بحال اللي تنعرفو من زمان. خططنا لحياتنا كلها، كيفاش غيساعدني في قرايتي
وملي غنكمل غنساعدو في الحياة ديالنا، غنشريو دارنا وكيفاش غنفرشوها وكيفاش غنتعاونو، ملي غنولدو وليداتنا اش غنسميوهم. يعني كل شي تطرقنا ليه وحطينا النقاط على الحروف. كان تيقول لي ها شنو تنبغي وها شنو ما تنبغيش، وحتى انا تنقول له ها شنو تنبغي وها شنو ما تنبغيش. سبحان الله كنا منسجمين وعندنا نفس الافكار. المده ديال الشهر يا البنات وحنا تنحلموا، ومن حد الايام تتقرب وانا تنفرح، تنقول غنرجع لدارنا وغيجي المهدي. وفعلا بقات لنا غير 3 ايام. واحد الصباح فقت بكري كالعاده غنطير بالفرحه، باغا دغيا نخرج نتلاقى المهدي. اول مره يا البنات تنتسنى المهدي، تلقاه ديما واقف، ولكن هاد المره تسنيتو بزاف. ساعه وانا تنتسنى، صافي دخلني الوسواس. بقيت تنقول يمكن المهدي مريض، ما يمكنش المهدي يتعطل عليا حتى بدقيقه ويخلي الدراري دايزين غاديين قدامي يمشيو يتبسلوا عليا، حيت المهدي كان تيغير عليا بواحد الطريقه عجيبه وغريبه. البنات 2 ما تحركتش من بلاصتي وانا تنتسنى المهدي، والو. المهدي بحال اللي تقولوا داب، ما بقاش. عرفتوا يا البنات، كاع الدراري ولاو تيبانوا ليا المهدي. ضغط يا البنات. قلت يمكن مريض، ويلي ما يمكنش. اخر حاجه نتوقعها هو المهدي ما يجيش عندي، غنبقى مازال نتسنى. وبقيت البنات مازال تنتسنى، والو ما كانش عندي يا البنات ادنى شك ان المهدي غياخد حاجته مني وغيهرب بدون ما يخلي الاثار. ما عارفاش فين مشى، ما عارفاش فين كاري، ما عارفاش شكون صحابه، ما عارفه عليه حتى حاجه. الدار اللي كنا تنمشيو ليها انا وياه هي الحاجه الوحيده اللي تنعرف. مشيت وسولت واحد الولد لقيته جالس تماك، يمكن هو اللي كان كراليه في الاول. قلت له الله يخليك، هاد الدار كريتيها لواحد السيد سميتو المهدي، راه كنت تنجي انا وياه. قال لي يا اختي هو عقلت عليه، ولكن انتي ما عقلتش عليك. هو كان تيجيب غير وحده، كل مره جايب وحده في شكل. داكشي علاش قلت ليه اخويا خوي عليا الدار ورا ليا سويرتاتي. ديك الساعه يا البنات حسيت براسي ضعت. تفلى عليا بكلامه المعسل وبالاحلام وبالاوهام، حتى خدا مني الشرف ديالي ومشى في حاله. ولا اني انا خليت له الله ياخذ فيه الحق. تيقته، لقاني نيه ولعب بيا. تيقته حيت لقاني غشميه وضحك عليا. عرفتوا ديك الساعه يا البنات عاد عرفت علاش با مسكين كان حاضيني، حيت الدياب بحال المهدي كتار يا البنات. ايوا يا البنات، من بعد جمعنا حويجاتنا ورجعنا في حالاتنا. جيت بشرفي ورجعت بلاش. اش من وجه يا البنات غنلاقي به الوالد والوالده، ما نقدرش نشوف في عينيهم. هادشي اللي طراليا مأساة وما مولفاش بيها. ومصاب كون جاتني غير بحال هكاك. ملي فات شهر بالحساب حسيت بالترويعه يا البنات، وانا ما بقيتش هي انا، وما عندي على من نشكي ولا نعاود يا البنات. من غير ميمتي اللي كانت تتموت من الوالد حتى هي. مشيت عندها وقلت لها الوالده ما عرف مالي، انا راه ما عرف شنو مغير فيا، راه فيا غير الترويعه والدوخه. والله يا البنات ديك الساعه ما عرفت ان هذاك راه هو الوحم. هي مسكينه ما ضناتهاش، قالت لي يا بنيتي غا المعده. عطاتني شي عشوب وقالت لي دابا تولي لاباس. والو يا البنات، وغا تنزيد نتكفس يا البنات. نهار على نهار وليت غا تنبوع، ما عنديش الحباسات، وفمي غا سايل بالتفال، وحالتي حاله. ومعانا يا البنات ما عندي فين نتخبى، انا والوالده الراس في الراس. حسات بيا كاينه شي حاجه، شداتني من قرجوتي وزيرات عليا. قالت لي المسخوطه. كحلتيها وشكون كان بيك المسخوطه؟ ايوا ديك الساعه يا البنات عاودت ليها الحقيقه كامله وخويت ليها القفيفه. ما عندي حتى حل اخر. ايوا يا البنات داتها ميمتي في وديناتها. ميمتي مسكينه كان فيها السكر وفيها الطونسيون، ما استحملاتش الصدمه، نعسات في الليل ما عليها ما بيها، صبحات ميته الله يرحمها. وانا هي السبب، انا هي المسخوطه، انا هي المعزه الصقعه، انا اللي قتلت ميمتي بيدي. ملي جابوا ليها الطبيب لقاها مسكينه طلع ليها الطونسيون واحد طلعه خايبه وتوفات. كل شي الناس
تيقولوا بان الطونسيون السكر هو اللي قتل ميمتي، ولكني انا بوحدي اللي عارفه انا هي السبب تتوفات ميمتي حبيبتي. في الجنازه يا البنات هزيت صاكي وهزيت الدقه ومشيت في حالاتي. خرجت من الدار هزيت معايا واحد الدهيب كان ديال امي، درته في صاكي ما شافني حد، ومشيت ما عارفه لا فين نمشي ولا فين نجي. و19 عام البنات وانا ما تنعرف حتى حاجه وكنت مضغوطه. مشيت بقيت تنقلب، مشيت بعدا لمدينه اخرى، بعد شديت الكار ومشيت لمدينه اخرى. كنت نقول غادي يشدوني خوالي غيقتلوني، ولكن البنات تا واحد ما داها فيا وتا واحد ما عيط عليا وتا واحد ما فكر فيا. ومشات اللي كانت تتسول فيا وحتى من با، وغدا زدت شهرين وضربها بالتزويجه ونساني انا بحال اللي عمرني ما كنت. العائله كلها كانت تقول بان وفاء ما استحملتش الموت ديال امها وطجات، ولكن البنات انا بوحدي اللي عارفه علاش هربت. كرشي غتكبر وكل شي غيعرفني والوالد غيقتلني، والوالد كان صعيب 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 صعيب. شنقول لكم، الضغط ديالو هو اللي وصلني لهذا الشيء هذا. وما كان راخف ليا شويه ونعرف نتصرف ونعرف نهضر ونعرف ولد الحرام من ولد الحلال، كراني شنقول لكم كراني مفلفضه وعارفه اش تندير. انا اول واحد طاح بينات يديا داليا اعز ما تنملك وهرب وخلاني. ايوا تكملوا ليا الفليسات وخرجت زعما نخدم والو يا البنات، ما تنعرف لا فين نمشي ولا فين نجي. صافي بقيت تندور من هنا لهنا 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 حتى قربت نولد. كانوا غير شي بنات الله يجازيهم بخير كارين معايا، هما تيخدموا تناكل معاهم وتنشرب معاهم، حيت شافوني حامله وما بغاوش يخرجوني. حتى واحد ما سايق ليا الخبر انني ولدت. والهضره د الناس كثرات، والناس بلا ما يشوفوك درتي شي حاجه تيخرجوا الهضره. عاد انا اللي هربت ومشيت بلا سبب، الله اعلم شنو كانوا تيقولوا. تبهدلت يا البنات، تبهدلت وانا باقا صغيره. صافي بقيت تنخرج للموقف، اللهم الموقف ولا الحرام. بركه عليا غا هاد الحرام اللي درت. ولدي كان عزيز عليا، عزيز عليا البنات، واخا ولد الحرام ما عنده حتى ذنب. اش دار هو مسكين؟ جا لهاد الدنيا هكا بدون سبب. كنت تنخدم وتندمر وتنجيبها من فم السبع على وداك الوليد. الذنب ديالي انا بوحدي، انا اللي سلمت راسي لواحد راس مالو كله هضره. بدا عليا بالهضره والاحلام، الهضره والاحلام. هي البنات غا حمقى وقالوا لها زغرتي. المهدي بدا يكتب وانا مغمضه عينيا وتنحلم. حلم يا ما تحلم، حلم يا ما تحلم، حليت عينيا لقيت غا يدي والرحبه. وليدي مسكين تيقطع ليا قلبي، ما تيعرفو حتى واحد، حتى واحد ما عرفني انني ولدت، وهو ما تيعرف حتى واحد، حتى من باه ما تيعرفوش. وانا براسي باه غا كذب عليا، هذيك باينه ماشي سميتو. وانا كنت طايحه على راسي، ما سولت عليه، ما شفت لاكارت ديالو، ما عرفتو شكون هو. عرفتو يا البنات تيجيني بحال شي حلم وفقت منه. لقيت راسي ضيعت عائلتي وضيعت مستقبلي وضيعت شبابي، وبعد ما كنت عايشه بينات با وامي ما مخلينش الهوا يقيسني. لقيت راسي مقاتله مع الزمان تيمرمدني كيف ما بغى. ومن هنا نوصيكم يا الامهات ويا الاباء، ولادكم امانه في يديكم. كون ما مشيتش مع عمي ما كنتش غيوقع ليا بحال هاد الشيء. عارفوا فين تحطوا ولادكم، حيت بحال عمي كاينين بزاف انعدام المسؤوليه وما مسوقينش للامانه. كون منعني من الخروج وكان هو المسؤول يخرج يتقدر راسو ويخليني انا مع مراته. واخا انا كانت عجباني الحريه، ولكني في الاول وفي الاخير انا تنبقى غير بنت صغيره ومراهقه وباغا تخلص من الضغط. هذه هي قصتي وهذه هي حكايتي. كانت معكم اختكم وفاء، شكرا على الاستماع ديالكم. تسناونا في قصص جديده وبسلام عليكم.